جريمة بشعة لأب انعدم من أي مشاعر إنسانية. 2022 في منطقة أم بيومي تبع مركز أليوب. جريمة بشعة وده أقل وصف ليها. أب بيقتل ابنه ويقطع جثته ويحرقها في مقلب زبالة. يسري فرغلي أب ل5 أطفال عنده 36 سنة، شغال عامل في قهوة بلدي. بدأ الموضوع بخلافات أسرية بين يسري وزوجته صفاء، وده بسبب إن يسري مدمن وإن فلوسه كلها رايحة على المخدرات، وعشان هو ما كانش منتظم في شغله كان بيبيع عفش البيت حتة حتة علشان يقدر يشتري بيها مخدرات. وساعتها صفاء بتضطر تنزل تشتغل علشان تصرف على البيت، لكن هي حقيقي ما كانتش ملاحقة على مصاريف ال5 أولاد. علشان كده صفاء اضطرت تقعد ولادها من المدرسة، وده لأن جوزها يسري كان بيضربها ضرب عنيف جدا لما كانت بتطلب منه مصاريف لتعليم الأولاد. صفاء فكرت في الانتحار أكتر من مرة، لكن في كل مرة كانت بترجع عشان ولادها. وفي يوم يسري ضرب صفاء علقة موت بسبب فلوس أخدها بالعافية من صفاء كانت محوشاها من شغلها علشان تدفع إيجار البيت، وده علشان يشتري بيهم مخدرات. وساعتها صفاء دلت على نفسها إزازة بنزين ومسكت الولاعة علشان تولع في نفسها، لكن أحمد ابنها الكبير اللي عنده 12 سنة دلق عليها مية وقدروا إنه ينقذها. وبعد 5 شهور صفاء بتضطر تبيع الغسالة علشان تشتري أكل لأولادها وتدفع إيجار البيت المتراكم. ولما عرف يسري جوزها ضربها زي كل مرة وأخد الفلوس بالعافية عشان يجيب بيها مخدرات، لكن في المرة دي صفاء وقفت قصادها علشان ما ياخدش الفلوس. ساعتها ضربها علقة موت ورماها من البلكونة من الدور التاني علشان تتصاب بكسور كتيرة في جسمها. وبعدها صفاء بتضطر تسافر لأهلها في الصعيد علشان تتعالج وتسيب ولادها مع أبوهم المدمن اللي حرفيا ما شافوش يوم حلو معاه. وبحسب كلام الجيران إنه كان دايما يضرب الأولاد ويعذبهم، وإنهم اتعودوا على سماع أصوات الأولاد وهي بتصرخ وتستغيث من شدة الضرب والتعذيب. وساعتها الجيران كانت بتخبط عليه علشان تهديه وتنقذ الأولاد، لكنه كان بيطردهم ويقول لهم إنه بيربيهم. واستمر الوضع ده لمدة 4 شهور. وفي يوم الواقع بالتحديد يوم الخميس 11/8/2022 الأب بيرجع من شغل الساعة 11 بالليل، بيلاقي صوت الأولاد عالي جدا واصل لآخر الشارع، وإن أحمد ابنه اعتدى بالضرب على أخته أمل اللي عندها 8 سنين. وساعتها الأب بيربط أحمد ابنه بحبل في رقبته ويعلقه على الباب ويفضل يضرب فيه بماسورة حديد ويخبط راسه في الحيطة لحد ما لفظ أنفاسه الأخيرة. وبحسب كلام الجيران إن أحمد فضل يصرخ ويستغيث لمدة 4 ساعات متواصلين من الساعة 12 بالليل لحد الساعة 3 الصبح، وإن كل مرة كان بيتوسل لأبوه علشان يرحمه ويفكه أو يديه بقه مية كان بيرفض. الأب في الأول كان فاكر إن أحمد مغمى عليه علشان كده فكه ونيمه على سريره، لكن بعدها الأب بيتصدم لما اتأكد إن أحمد ابنه مات. وبحسب كلامه إنه ما كانش قاصد يموته وإنه كان عايز يأدبه بس. وفضلت الجثة على السرير والأب بيفكر في طريقة يتخلص بها من الجثة، ويعدي يوم واتنين وتبدأ الريحة تظهر في الشقة والشارع كله. وفي محاولة منه لإخفاء الريحة أو إنه يقلل منها بدأ يرش معطرات جو وديتول داخل الشقة، ده غير البخور اللي كان بيولعه في البلكونة والشباك المطل على الشارع. وفي اليوم الثالث بدأت الريحة تنتشر في العمارة، وساعتها خاف يتكشف والجيران يبلغوا. وفي محاولة منه تانية علشان يبعد عنه الشكوك جاب قطتين وذبحهم ورمى واحدة في مدخل العمارة وواحدة في الشارع، بس ساعتها الجيران شالوا القطط دي وتخلصوا منها. وفي اليوم الرابع تبدأ تظهر ريحة قوية جدا في الشارع والعمارة، وبالتحديد شقة الأب يسري. وهنا الجيران بدأ يشك فيه بسبب تصرفاته الغريبة اللي ما كانش ليها مبرر، ده لما خبطوا عليه علشان يعرفوا سبب الريحة، لكن ساعتها ما كانش بيفتح الباب لحد منهم وكان بيكتفي انه بيرد من ورا الباب، وساعات كان بيرد من البلكونة عشان يقول لهم ان دي ريحة 10 كيلو لحمة فاسدة بسبب عطل في الفريزر. لكن الجيران ما صدقتش، وده لانهم عارفين انه غير مقتدر انه يشتري الكمية دي من اللحمة، ده غير انهم كانوا ملاحظين تغيب المجني عليه خصوصا بعد علقة الموت اللي اخدها. والجيران كلهم سمعوا صوته وهو بيستغيث. وبعدها الاب بيفكر في خطة شيطانية علشان يتخلص من الجثة ويخفي جريمته. وفي يوم الحد 14/8 الساعة 2 الظهر الاب بيقطع جثة ابنه المتحللة لقطع صغيرة ويحطها في شكار، وياخد ابن التاني اللي عنده 5 سنين ويشيله ازازة بنزين وياخد الجثة ويروح على مقلب زبالة بالتحديد تحت كوبري منطي عند الدائري. وفي وسط الزبالة بيحط جثة ابنه وفوقها كنبتين ويدلق عليها ازازة بنزين ويولع فيها لمدة 3 ساعات متواصلين لحد ما الجثة اتصفت على جمجمة وعظمتين من عظام الساق. ولما اهل المنطقة سألوه عن سبب اشعال النار قال لهم انه عايز ينظف المكان من الزبالة اللي فيه علشان يعمل جراج تكاتك وياكل منه عيش. وبعد ما تخلص من الجثة وحرقها تماما يرجع البيت ويتفاجأ برجال الامن عنده في البيت، وده بسبب وصول اكتر من بلاغ من الجيران وسكان العمارة. وساعتها رجال الامن بيسألوه عن عدد ابنائه ويرد ويقول لهم انه عنده 4 ابناء، لكن ساعتها الجيران نفت ده موضحه لرجال الامن ان عنده 5 ابناء. ولما سالوه عن الابن الخامس قال لهم انه مع والدته في الصعيد. ولما سالوه عن الريحه واثار الدم اللي على الحيط ساعتها الاب بينهار وبيعترف بالجريمه. وبعدها بيرشد رجال الامن لمكان الجثه المحروقه، وعلى الفور بيتحرك رجال الامن لمكان الجثه ليتبان انها اصبحت رماد وان الباقي منها جمجمه وعظمتين من عظام الساق اللي بيتم نقلهم لمستشفى ناصر التابع لمركز أليوب، وده علشان يعرفوا سبب الوفاه اللي تبان انها بسبب كسر في الجمجمه، ده غير تحليل الحمض النووي اللي طابق مع مسرح الجريمه. ولان ابناء الجاني كانت بتتراوح اعمارهم من 8 سنين ل3 سنين تم عمل تحريات عن الام صفاء، وبالفعل تم العثور عليها في شبر الخيمه عند اختها، وده علشان تستلم الاطفال. واكيد الاب هياخد حكم ملائم لجريمته، وانه مهما حصل ما ينفعش نعاقب اولادنا بالطريقه البشعه دي. بشكرك جدا لو وصلت معايا للوقت ده، وفي النهايه لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها، وتدعموني بمشاركه ولايك علشان اقدر استمر في تقديم قضايا تانية. اترككم في رعايه الله وامنه.